السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يحدث في سوريا الآن؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية بعتذر لحضراتكم عن التأخير في تصوير هذا المقطع، لأني والله من أكتر من 3 أسابيع وأنا مريض وما قدرتش أصور ولا مقطع. أول يوم أنزل أصور فيه النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى، فاعذروني على التأخير. من المعلوم يا حبايبي أن سوريا عانت لسنوات طويلة جدا من الظلم والطغيان والقتل والتشريد على يد الطاغية حافظ الأسد، ثم على يد ابنه الطاغية بشار الأسد. عائلة الأسد عائلة يعني مولعة بسفك دماء المسلمين، لأنهم علويين عياذا بالله، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. فسفكوا دماء ما يزيد على 1,000,000 من أهلنا في سوريا الأبية بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا غير ملايين من القابعين في سجون سوريا، وغير الملايين الذين شردوا وأخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق، وذاقوا مرارة الغربة في كل بلاد العالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مع كل ما حدث هذا، مع قتل أكثر من 1,000,000 واحد من الشعب السوري الحر الأبي، ومع كل ما حدث هذا ظن بشار الطاغية أنه قد استتبت له الأمور وخلاص، ولن يستطيع أحد أن يزيله عن ذلك الكرسي الذي تشرب بدماء الأبرياء من المسلمين. ولكن فرج الله عز وجل يأتي فجأة، بل ويأتي من حيث لا نحتسب. فسمعنا فجأة من حوالي كم يوم كده عن وصول كتائب المجاهدين من المعارضين لنظام بشار الأسد، وأنهم قاموا بتحرير مدينة حلب السورية كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى. وقبل منزل الآن عشان أصور المقطع ده، يعني زفت لي البشرى بفضل الله سبحانه وتعالى بأنه تم تحرير أيضا مدينة حماة بفضل الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يتم عليهم النصر والتمكين في سوريا كلها يا رب العالمين، وأن يزيل هذا الطاغية الذي سفك الدماء وشرد المسلمين في كل أرجاء الأرض، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. طيب، فرحنا بذلك طبعا، فرحنا غاية الفرح، ورأينا الفرح في عيون أهلنا وأحبابنا في حلب وفي حماة بدخول الثوار، يعني لدرجة أنهم قاموا يوزعون الحلوى والعصائر على المجاهدين وعلى الجيران وعلى الأهل وعلى الأحباب بفضل الله. لكن ازدادت فرحتنا ورب الكعبة بفتح أبواب السجون. أنا أول ما شفت هذا المشهد لم أتمالك دموعي من الفرحة. ناس مرميين في السجون من 2011 إلى يومنا هذا، يعذبون وينكل بهم في سجون هذا الطاغية المجرم، ولا يستطيعون أن يروا أهلهم، ولا يستطيع أهلهم أن يروهم. سبحان الله. ويقدر ربنا ان بعض احبابنا في سوريا بداوا يصوروا خروج المساجين، وبداوا يصوروا بعض احبابنا هم رايحين وراجعين لاهلهم بعد 11 سنه، والدموع لا يستطيع احد ان يتمالك دموعه من هذا المشهد المهيب. والله مشهد مؤثر جدا. الام اللي محرومه من ابنها بقاله 11 سنه فجاه لقيته قدامها، وسبحان الله، وهم قبل دخول الثوار وفتح أبواب السجون قبلها بساعات، هل كانوا يتخيلوا أو يتصوروا إن هم هيخرجوا بعد بضع ساعات؟ ما كانوا يتخيلوا. ده محطوطين في السجون من 2011. سبحان الله. فيقدر ربنا أن يأتي الفرج في تلك اللحظة بفضل الله سبحانه وتعالى. السؤال هنا بقى يا أحبابي، لماذا اشتعل هذا الصراع الآن بعد هذه الفترة الطويلة من يعني ما كانش فيه قتال بقالهم يعني فترة كده، تمام؟ لماذا اشتعل الصراع الآن؟ الحقيقة إن يعني المعارضة ما كانتش ساكتة، إنما كانت تجهز نفسها طوال السنوات الماضية عشان ترجع مرة تانية بقوة بفضل الله، وأعدوا لهم ما استطعتم بفضل الله سبحانه وتعالى. فكانوا بفضل الله يعدون أنفسهم ويعدون سلاحهم ويعدون تجهيزاتهم بفضل الله، ويعني بفضل الله ويجمعوا كل أطراف المعارضة عشان يكونوا على قلب رجل واحد. ما يبقاش ديت جبهة كذا ودي جبهة كذا، ده جيش كذا وده جيش كذا، الكل يبقى كله تحت شعار واحد بس، سوريا فقط بفضل الله سبحانه وتعالى. فعملوا تحالف سموه قيادة العمليات العسكرية، جمعوا فيه
كل الفصائل، وهذا دليل إن شاء الله نحسبهم كذلك دليل على إخلاص النية. لأن كان ممكن كل واحد يقول لا أنا عايز أكون أنا اللي قائد، أو الفريق بتاعي أو المجموعة بتاعتي أو الفصيلة بتاعتي تكون هي القائدة، إنما الحمد لله رب العالمين ربنا ألف بين قلوبهم وتجمعوا جميعا تحت راية واحدة من أجل تحرير سوريا بفضل الله سبحانه وتعالى، واتفقوا جميعا على ألا يرفع أي علم. ما حدش بقى يرفع علم فصيلة كذا أو جيش كذا أو جيش كذا، وإنما اتفقوا جميعا على ألا يرفع إلا علم سوريا فقط بفضل الله سبحانه وتعالى. فاللهم لك الحمد، ربنا مكن لهم من تحرير مدينة حلب أولا، ثم بعد ذلك اليوم تم تحرير مدينة حماة. وزي ما قلت لحضراتكم اتفقوا جميعا ألا يرفع أي علم إلا علم سوريا الأبية الصامدة بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا يا حبايبي يعني هم إن شاء الله يريدون تحرير سائر المدن السورية من بطش هذا النظام المجرم، وإن شاء الله سيتم لهم تحرير كل سوريا بإذن الله سبحانه وتعالى، وربنا ينجيهم يا رب من خيانة الخائنين ومن تآمر المتآمرين. طبعا بالنسبة لمدينة حلب بالذات، تحرير مدينة حلب ضربة قاصمة في ظهر هذا النظام المجرم بفضل الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن مدينة حلب دي مش زي أي مدينة، مدينة حلب دي تعتبر أهم مدينة سورية، لأنها تمثل ربع سكان سوريا. تخيلوا حلب لوحدها فيها ربع سكان سوريا، وفيها تلت الاقتصاد السوري كله بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك زي ما قلت لحضراتكم كان تحريرها ضربة شديدة في قلب هذا النظام المجرم. وأجمل ما في الموضوع إن نظام بشار الأسد الآن في أضعف حالاته. ليه في أضعف حالاته؟ لأن مين اللي كان بيؤازر هذا النظام المجرم؟ إيران ومعها حزب الله وروسيا. تمام؟ الثلاثة كانوا هم اللي يعني كانوا بيؤيدوا ويساندوا هذا المجرم، وشاركوا معه في قتل أكثر من 1,000,000 سوري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حزب الله ضرب ضربة قاصمة وبالتالي ما يقدرش يشارك الآن مع بشار. إيران توجهت لها ضربات شديدة جدا من الكيان الصهيوني، ففي الغالب مش هتقدر تشارك، ولو شاركت ستشارك يعني بنذر يسير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، فلن يكون لها أي قوة مؤثرة في هذا الصراع. روسيا اللهم لك الحمد مشغولة الآن بالصراع الشديد الذي يدور بينها وبين أوكرانيا. نعم لها مصالح في سوريا، وأي نعم هي ترك بعض الأسلحة، مش كل الأسلحة، ترك بعض الأسلحة وبعض الطائرات في سوريا، لكن لن يكون قتال روسيا بنفس الزخم اللي كان قبل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فأصبح النظام إلى حد ما أصبح وحيدا، إلا ما كان من بعض العروض من بعض المتآمرين الذين يريدون لسوريا هذا الخراب الذي تعيش فيه الآن، ولا يريدون لها تحرير البلد مرة أخرى. لكن إن شاء الله الله سبحانه وتعالى سيكون في عون هؤلاء الثوار المجاهدين إن شاء الله، وسيتم تحرير سوريا على أيديهم بإذن الله وبإعانة من الله سبحانه وتعالى. طبعا نحن يعني لا نفطر عن الدعاء لهم وعن الدعاء أيضا لأهلنا وأحبابنا في غزة وفلسطين، وأهلنا وأحبابنا أيضا في السودان. لا تنسوا السودان تتعرض لحملة إبادة، فلا بد أن لا ننسى أهلنا في السودان من دعائنا لهم، وألا ننسى أهلنا في غزة وفلسطين من الدعاء لهم، وألا ننسى أهلنا في سوريا من الدعاء لهم. لا تفطروا أبدا عن الدعاء، واوعوا تستهينوا بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في غزوة بدر بالدعاء مع الأخذ بالأسباب طبعا، وانتصر في غزوة الأحزاب اللي هي الخندق أيضا بالدعاء مع الأخذ بالأسباب أيضا. واضح كده؟ فالدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، ويقول صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. الله أكبر. إذن فلا بد من الدعاء، لابد أن نجأر إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لهم ليل نهار، من أجل أن المولى عز وجل يتم عليهم هذه النعمة وتتحرر سوريا وتعود مرة أخرى إلى رحاب المسلمين بفضل الله، بعد أن حكمت من العلويين لسنوات طويلة مارسوا فيها أشد
أشد أنواع القتل والتشريد والسجن والتعذيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في النهاية بقول والله نحن في قمة الفرح لما حدث لأهلنا في سوريا من تحرير حلب وحماة، ونسأل الله أن يتم نصرهم وفرحتهم وفرحتنا أيضا، لأننا نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم، ونسأل الله أن يمكن لهم وأن يردهم إلى ديارهم مرة أخرى سالمين غانمين. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.